البنت دي بتكون جايبه حبيبها البيت وجوزها مش موجود، وبتسمع صوت جوزها وصل وبيخافوا جدا، وبتخبي حبيبها في الحمام، وبتروح لجوزها وبتقول له انت ايه اللي جابك بدري كده، وبيقول لها انا خلصت بدري، وكان رايح يدخل الحمام بس البنت بتوقفه وبتقول له ما ينفعش تدخل دلوقتي خالص، وبيستغرب وبيقول لها ليه، وفجاه طلع حبيبها من الحمام وجوزها بيستغرب وبيقول لها مين ده، وحبيبها بيكذب عليه وبيقول انا سباك وكنت بصلح الميه القطعه، وبيكون مغفل وبيصدق بسهوله، وبعد ما بيدخل الحمام بتقول لحبيبها امشي بسرعه. وفي تاني يوم هما بيفطروا جارتهم بتخبط عليها وبتعلي صوتها عشان بتكون عارفه كل حاجه، وبتقول الهدوم بتاعت السباك وقعت عندي، وبتقول ارجوك امشي دلوقتي. فجه جوزها وقال لها في ايه، وبتترجى انها ما تقولش عشان بتعرف انها عارفه كل حاجه، وبتمشي على طول. وبعد شويه لما جوزها بيروح الشغل بتكلم حبيبها وبتقول له تعالى جوزي رايح الشغل، وبعد ساعه فعلا بيجي حبيبها البيت، وفجاه دخل جوزها وبيطلع ان كان واقف تحته وما راحش الشغل، وبالله يعني الشك طلع صح، وبالله خساره حب فيكي، وبيطلعها على طول، وبالله لو انت طمعانه في فلوسي فانت مش هتاخدي مني ولا مليم، ولو فكرت ترفع قضيه نفقه انت اللي هتتحبسي عشان انا كنت حاطط كاميرات في البيت. وبشكر حبيب مراته عشان هو اللي قال له ان مراتك بتحبني، وبيديله شنطه فلوس فيها فلوس كتير قوي.